ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو جديد النهاردة. طبعا لو اول مرة تشوف القناة ما تنسيش تدوسيلي لايك وتسيبيلي اشتراك من كلمة اشتراك تحت الفيديو. ويلا بينا نبتدي الفيديو النهاردة. كده هشارك معاكم فيديو من اول ما صحيت الصبح لحد تاني يوم. كمان هنعمل غدا النهاردة، وكمان هنعمل غدا بره. غدا تاني يوم. وكمان هوريكم شوية مشتريات. اول حاجه بس حطيت كده البيض على النار، حطيت كده بيض يتسلق. بعد كده لقيت جوزي جه وجاب لي معاه لبن وجبنه، سوري، لانشون وعيش ومخلل وجرجير وكرات، ويعني شويه كده خضار كده حلوين كده يفتحوا النفس. وكمان كنت جايبه بصل احمر، علشان كده هنعمل كده أكلة تونة كده حلوة وتكون كده جميلة كده زيكم. أنا بوريكم البيض والكرات والعيش وكل حاجة، وكمان كان عندي طحينة. طبعا بس دي أنا كنت مشتريها كده دي كيلو كده، كنا مشترينه بالمرة وانا بستخدمه. كمان جبت قهوة علشان بعد الاكلة الجميلة دي لازم نحبس بشوية كده يعني بشوية كوباية قهوة كده. بس الاول حاجة انا هحضر معاكم الفطار الاول، بعد كده هنحضر كده الغدا. اول حاجة كده حطيت المخلل كده وعملت البيض، قشرته وجهزته بعد ما اتسلق. عملت كوباية اللبن لابني، واللانشون حطيته والجبنة. وده بيكون الفطار الجميل البسيط بتاعنا. انا بصراحه جبنه جبنه رودز حلوه جدا جدا جدا، هي ودومتي. احنا بنحبهم قوي قوي. هرصهم كده على الصينيه هنا واظبطهم كده ونروح كده ناكل ونظبط نفسنا. وبعد كده تعالوا نشوف هنعمل يعني الغدا، ونجهز كده الغدا مع بعض. رصيتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، حطيت كده العيش وظبطت الدنيا، وهنروح كده ناكل. بعد كده هنرجع نلم الدنيا دي ونشرب كده شاي. بس انا مصورتش معاكم يعني الشاي والدنيا دي. حضرت كده الغدا، بس برضو مشاركتش انا وبحضر. عملت هنا كرات وجرجير غسلته، عملت الفلفل، قطعت خيار وطماطم، قطعت كمان بطيخ، حطيت كده العيش، عملت بصل كده بالخل والملح. حطيت كده المخلل والتونة حطيتها كده سادة زي ما هي، يعني ما اخترعتش فيها اي حاجة، ولا طحينة ولا خيار وطماطم ولا اي حاجة. حطيتها كده سادة. بعد كده خدنا بعضنا كده وطلعنا، رحنا كده مكان كده جميل كده زيكم. ركبنا كده معدية يعني وكده، وقلنا نفك كده عن نفسنا شوية ونتفسح يعني وكده. وهنا كان المكان جميل، وعايزه اقول لكم العيال كانوا مبسوطين قوي قوي، وكانوا فرحانين، وبجد بجد كانوا طايرين كده من الفرحه ومزغزطين كده من كتر ما هم مبسوطين. لان احنا ما بنطلعش كتير او ما بنخرجش كتير يعني اماكن زي كده. فالمرة دي قلنا كده لا، لازم نكسر كده الروتين ونطلع ونفك كده عن نفسنا. زي ما انتوا شايفين المنظر كان عامل ازاي، بجد شكل النيل كده كان بجد تحفة وجميل قوي قوي. وبجد كده يعني فكينا كده خالص وغيرنا كده جو، وكمان العيال اتبسطوا، وكانت حاجة حلوة خالص. هنا تاني يوم، احنا في اليوم ده اتعشينا بره، جبنا طواجن كده من بره وتعشينا بيها بره، وروحنا البيت كده على النوم يعني وكده. ده تاني يوم هحضر معاكم كده الغدا بتاعي. عندي بصل وطماطم وقرن فلفل، وحطيت كده بهارات بابريكا وكزبرة وسنة كمون وفلفل اسود والسبع بهارات وتوابل مرقة او توابل فراخ ومرق الدجاج. دي البهارات اللي انا هستخدمها. هعمل كده، هخلط كل الخليط ده اللي معايا ده في في على الخلاط يعني وكده. وبعد كده بعد ما اضربه هوريكم شكله هيكون عامل ازاي. هيكون كده جاهز معايا للتتبيله بتاعت الفراخ. اهو زي ما انتوا شايفين جهزت كده بصوا شكل التتبيله. عايز اقول لكم كان تحفه، وكركم مديها لون مع الطماطم، يعني بجد خطير جدا. طبعا انا عندي الفراخ كنت يعني غسلاها كويس ونقعها في المحلول بتاعها ومظبطاها كده 10/10. انا ما بشيلش اي فراخ احطها في الفريزر او هخزنها يعني كده الا لما تكون متظبطه تمام، يعني نضيفه كده 10/10. فكنت يعني مظبطاها كده ومرتبة كل حاجة، وشلتها كده على طول. يعني طلعتها كده وسبتها تفك. برضو لما بتطلع تفك بحطها في شوية مية وشوية خل كده واسيبها تفك.
ضربته كده ايه، بس ايه مش عايزة القوام بتاع الخليط يكون مية، يعني ما تضربيش فيه في الخلاط لحد ما ينعم خالص، لا. زي ما انتوا شايفين في كده ايه بعض القطع او بعض التكتلات. عندي كده الفراخ طلعتها وحطيتها كده فيها وهسيبها تفك كده براحتها في الخلطة يعني وكده، وهي هتتبل كده مع بعض. هعمل لها بس تفتحات، شوية تفتحات، وبعد كده ايه اشيلها يعني وكده. بس هسيبها كده تعيش حياتها يعني. الكلام ده كان الصبح، وانا كنت هشوي الفراخ دي يعني على الغدا، بس يعني احنا الغدا هيكون متأخر. بس دي اول حاجة ايه خلصت كده منها، عملتها كده ايه وجهزتها. هسيبها كده زي ما قلت لكم تعيش حياتها كده في التتبيلة. يعني انا بحب الفراخ بالذات او الطيور عامة تتنقع كويس، وفي نفس الوقت تتبل كويس، علشان الطيور بيكون فيها ريحة زفارة شوية، فلما تنقعيها كويس هتتبل حلو. حتى لو ما اتبلتش حلو مش هتكون زفرة ما دام منقوعة كويس. فانا بسمع ناس كتير بتقول الخل بيزفر، لا، انا بالنسبه لي الخل ما بيزفرش، الخل بيشيل الزفاره، ده انا رايي. انا بحب جدا انقع اي طيور بتاعتي بالخل والدقيق، ما اقدرش استغنى عن الخل والدقيق في نقع الطيور. هدخلها كده الفرن زي ما انتم شايفين، وهظبطها يعني كده وادخلها الفرن. حطيتها كده، والميه اللي فيها او الصوص اللي فيها ده هيسويها، لان الفراخ ما بتاخدش سوا كتير، يعني مش هتغيب معايا في السوا. بس ادخلها الفرن طبعا، واظبط كده النار بتاعتها. بس انا بقى بحطها على الفرن الاول، واول ما بحسها استوت بشغل عليها الشوايه، لان انا في البوتاجاز بتاعي ما بيشغلش غير يا فوق يا فوق بس يا تحت بس، ما بيشغلكيش الاتنين مع بعض. بس طبعا انا دي حاجه مش مريحاني، لاني بصراحه بحب اشغل فوق وتحت. فانا شغلت تحت الاول، وبعد كده هسيبها لحد ما ايه ابقى اشغل المره الجايه ايه فوق، يعني اول ما تستوي الفراخ وتغلي شويه كده واحسها استوت وطلعت ريحتها، ابقى اقول عليها ايه ويعني واديها اختبار الاول طبعا، وكده اشوفها لقيتها استوت، ابقى ايه اظبط عليها يعني ايه واقول عليها الشوايه. هعمل الرز، حطيت كده شويه شعريه، كنت غسله الرز بتاعي طبعا ومجهزاه من قبلها، وهبتدي ايه احمر كده الشعريه بتاعتي. هديلها كده تقليبه حلوه لحد ما تتحمر. بعد كده هنزل بالرز بتاعي. بحب اضيف شويه ملح صغيرين ومكعب من المرقه، انا بستخدم مرقه فاين فودز، حلوه جدا 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 جدا. انا جربت انواع كتير من المرق، بس ما لقيتش احلى من الفاين فودز بصراحه. بالنسبه لي حلوه قوي ومريحاني جدا جدا جدا. ضفت الرز وعملته وسويته، بس كان في مقطع مش لاقياه انا وبسوي الرز. وهنا جهزت الاكل بتاعي، طلعت الفراخ وجهزتها. شايفين لونها عامل ازاي؟ بجد كانت تحفه وخطيره. وكمان عملت شويه سلطه، عملت كمان طحينه، يعني ظبطت كده الاكل بتاعي. كان اكله حلوه كده وسهله وسريعه وبسيطه ومحببه الى قلبي يعني. وبس، وده كان الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يعجبكم. ما تنسونيش في اللايك